نطلع وزير العدل راه ياخذ مني 20 مليون. هذا ما قضت به محكمة العاصمة الرباط لفائدة الدولة ولفائدة معالي وزير العدل. الخبر انتشر كالنار في الهشيم. ما غاديش ندخل في كسر وما هي المصلحة، ما كاين أدنى مشكل. غدا إن شاء الله ستكون حلقة دسمة جدا من الناحية القانونية. غنجيبكم الأحكام ونقول للقاضي: سيدي الرئيس، لم تكن موفقا في حكمك ضدي، كنت مجانبا للصواب. سيد الرئيس، أنا كنت عارف بأنني سأدان. قلتها ولا لا؟ أشهر الحلقات دي قلت لكم سيدينني هذا القاضي، ولكن مع ذلك يستمر الآمل. غدا ماشي الحامل المهدوي، لا، خصكم تجيو تصنتوا. لقاش كلكم او بعضكم غادي يوقف قدام المحكمه يلقى راسو بت توزيع وقائع كاذبه، الحياه الخاصه، القذف والسب. غدا غنشرح لكم الحكم. شوفوا دابا التعطيل اللي كيسرقوا قبل ما ندير الحلقه باش كيغبقوا على الشعب المغربي. لاحظوا الخصوم ديالي اش كيديروا، ولكن هذاك الشيء والله لا زعزعني. تايق في راسي، تايق في البراءه ديالي، وتايق في القضاء. ولو عارف كنت بعض الناس ما كتعجبهمش هذا القضاء، كنتيق فيه، كنتيق في القضاء المغربي. صافي نعاودها حيت هذه كاين البعض اللي تيأولها. انا كنتيق شي، انا دوزت 3 سنين ديال دبابه وظلمني. غادي خصكم تمشيو عند العلماء باش يفسروا لكم كيفاش كيفكر الصحافي الوطني. انا القضاء ظلمني في الدبابه 3 سنين ظلما وعدوانا، وظلمني كذلك في العام وصلنا ظلما وعدوانا. وهذا الحكم هذا حتى هو ظلمني. كنفترض حسن نيه ظلم، ومع ذلك استمر بالثقه، حيت لما بقيتش كنثيق في القضاء غنمشي للعداله الخاصه ولا ما عرفتش عندي. لا، ملي كنمشي للمؤسسه ديما كنقول: ذات صباح او ذات مساء سينصفني قاضي حقوقي. واحد النهار وسط هذه البلاد السعيده. فوقاش؟ الله اعلم. غدا حلقه للتاريخ. تعجبني هذه العباره: المحكمة الابتدائية بالرباط تمكن وزير العدل عبد اللطيف وهبي من 20 مليون سنتيم 200 ألف درهم سأؤديها لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي. طبعا هذا حكم ابتدائي مؤقت في انتظار ما ستسفر عنه الجولة الاستئنافية. ضمن هذه الحلقة 3 محاور رئيسية. محور حول 3 انتصارات حققناها من خلال هذا النزاع لفائدة الشعب المغربي، وخاصة لفائدة الصحفيات والصحفيين المغاربة. في محور ثاني سنتوقف عند الخروقات التي شابت هذه المحاكمة. وفي محور ثالث وأخير سنتوقف عند وسائل الإثبات. كانت هناك وسائل إثبات جدية أفضت إلى هذه الإدانة. قبلها دعوني أعبر لكم عن عميق أسفي وألمي من القرار الصادر ضد النقيب محمد زيان. اليوم المحكمة بالرباط رفضت تمتيع النقيب محمد زيان من السراح المؤقت. كنتمنى من الله عز وجل أن تكون هناك أخبار صار لفائدة النقيب زيان فيما تبقى، يعني في القادم من الأيام. ودعوني أيضا أعبر عن ألمي وأسفي لمثول الزميلين إبراهيم الشعبي مدير نشر موقع لوبوكلاج، والزميل حمادي الغاري الذي لديه مثل يوم أمس أمام ابتدائية الرباط. كل التضامن مع الزميل إبراهيم الشعبي والزميل حمادي الغاري. إبراهيم الشعبي هو أشهر من نار على علم، كان مدير جهوي لوزارة الاتصال. اليوم هو صحفي يقود تجربة مهنية ناجحة، رجل خلوق ومهني وجد جد 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 محترم. فكل تضامن زميلي حمادي والزميل إبراهيم الشعبي. أتأسف أيضا للحملة المغرضة، حملة لا أخلاقية اليوم التي تستهدف الزميل الصحفي المحترم حسن المولود. حسن المولود اليوم ينهش شرفه وينهش عرضه على رؤوس الأشهاد. كل التضامن مع الزميل المحترم حسن المولود، وكل التضامن أيضا مع الزميل الصحفي المحترم. أكون له كذلك تقدير كبير جدا الزميل محمد خجليلي كمر من واحد الوعكة الصحية، الله يشافيك السي محمد. وكل التضامن، كل التضامن أيضا مع الأستاذ المحامي الحبيب حجي. الحبيب حجي اليوم مطلوب رأسه حسب ما يروج من خلال عدة من الأوساط ووفقا لواحد يعني المتابعة. الحبيب حجي طبعا هو عازرني في أكثر من مناسبة. الحبيب حجي أيضا له واحد الفضل على هذه التجربة المهنية، وهو من المؤسسين لها ومن الداعمين لها. عازرني في أكثر من مناسبة وفي أكثر من محكمة بعدد من المدن، وكان داعما للأسرة. له فضل وله دين، وأحتفظ له يعني بهذا الدين، وأحتفظ له بهذه التضحيات. فمن الخزي والعار، فمن الخزي وليس من المروءة، ليس من المروءة أن واحد الإنسان وقف معك في واحد اللحظات فقط لأنه وقع بيناتكم فتور في العلاقة أو اختلاف، أو وقع بيناتكم شي سوء فهم. وقع ما وقع، اللحظة اللي الإنسان
شوفوا غيطيح ولا وقع له نسى الخير ديالو. فليس من الاخلاق وليس من المروءه. ولا ضمنت اليوم مع السي حبيب حاجي الشيء انا يجتمعوا المحامون ديال المغرب كامل يجيو اظن بالنقباء ديال كلهم يجيو وفق مع هذا الوزير سأدان ومع هذه الحكومه سأدان. هذا قراري، هذا رايي من خلال التتبع ديالي. اذا ملي كنضامن مع الحبيب حاجي ماشي في خلفيه شي هو يجتمعوا، هذا رايي الشخصي مع احترامي للقضاء والقضاة، ولكن كنقولوا من الخيمه خرج مايل. وانا غنبين لكم اين وجه المحاكمه يعني غير هذا. فكل التضامن مع الاستاذ الحبيب حاجي. البعض كاين اللي تيختلف مع الحبيب حاجي، كاين اللي ربما ساءته في خرج من الحبيب حاجي. كاين انا ملي كنضامن مع الحبيب حاجي فليس نكايه في احد وليس اساءه لاحد. علاش كنضامن مع حاجي؟ لان هذه هي قيمنا وهذه هي اخلاقنا. حنا كنعقلوا على الخير ما كنساوش. جوج واخا نختلفوا مع الناس، الا بان واحد الانسان سيظلم او لا غيتظلم كنوقفوا معاه. ماشي كنباركوا له بعض تصريحاته ولا خرجاته كما هو ما كيباركليش بعض تصريحاتي ولا خرجاتي، ولكن ما ننكرش غير واحد الانسان كنختلف معاه ولا راه عنده مشكل مع شي واحد فانني ما غاديش نوقف معاه. حبيب حاجي وقف معايا في اللحظات اللي ما وقفوش معايا عدد من عبادنا. والشاعر ابو الطيب المتنبي يقول: اذا انت اكرمت الكريمه ملكته، اذا انت اكرمت اللئيمه تمرد. فخصنا نشيعوا هذه الثقافه ديال اننا نعقلوا على الخير. نعقلوا واحد الانسان دار معاك حوايج واختلفت معاه ما تبقاش مزوم على الخايبه، حتى الحوايج اللي هي ازوينه، خاصه وان المحامون اليوم مستهدفون. التصريحات اللي كتخرج، الجرائد شنو كينشروا، كاين استهداف لهذا الجسم. انا كنلمسه في اكثر من مناسبه. هذا ايضا عنصر اضافي كيخليني نتضامن مع الاستاذ يعني الحبيب حاجي. دابا غنوقفوا عند الانتصارات. شنو هو انتصارات الحق؟ سجلوا المغاربه بمداد الفخر والاعتزاز. سجلوا النزاع ديالي مع وهبي ما حققتش ليا لفائدتكم المغاربه، وحاكموني انا نعاود نشوف واش عندي الحق ولا لا. 3 ديال الانتصارات تحققت من خلال المحاكمه. 3 لفائده من ماشي ليا، هذا النزاع عندك صاحبكم الشخصي، لا نتوما المغاربه اللي ربحتوا. شنو ربحتوا المغاربه؟ واحد، تعقلوا المغاربه ملي تابعت في الاول خديت عام ديال الحبس 150 مليون. شنو هو موضوع النزاع؟ من جمله النقاط اللي كان صراع عندنا مع الخصوم ديالنا، وخرج واحد المسؤول ديال النيابه العامه محترم، خرج في دوزان وقال المهداوي يتبع القانون الجنائي. علاش؟ لان الماده 2 في قانون الصحافه والنشر ما ينشر في اليوتيوب ما كتشبهش قانون الصحه. تعقلوا هذا النقاش ولا ما تعقلوش؟ وخذنا معركه شرسه قانونيه ومشينا لواحد البند ثالث من الماده 2 وافحمناه بمنتهى الاحترام والاخلاق وانتصرنا. اليوم انتم المغاربه كاملين تمشيوا للمحاكم، عندكم اليوم مرجع، عندكم احكام ان حتى اليوتيوب كيشملوا قانون الصحافه والنشر. ديك الماده 2 ما بقاتش كتناقش. النصر الاول لفائدتكم الصحفيين المغاربه، خدينا معركه قانونيه وربحنا. باش تحكمت البارح قانون الصحافه والنشر، نفس النص، نفس الاطراف، نفس المحكمه، نفس القانون، نفس وحده القانون الجنائي وحده القانون الصحافه والنشر. ماذا يدل هذا؟ على اننا انتصرنا. ماشي كنزيدوا على شي واحد، لا، لفائده البلاد، لفائده المؤسسات، ماشي كنزيدوا على شي واحد. اذا النصر الاول لفائده الشعب المغربي. معركه اخرى انتصرنا فيها بقوه. تعقلوا المغاربه مصدر الحكم الاول ديال 150 مليون. فوكاش القاضي عطاني الحكم من بعد تقريبا شي شهر. جا الاستئناف ديال السعداوي، فوكاش عطاني الحكم القاضي شهر ونوضنا البارح. وسجل يا طارق، القاضي نطق بالحكم، هو الحكم نطق بالحكم، هو محرم صاوبو مقاد التزاما والماده 15. ديك الماده 15 اللي طرقت عليها وناقشها ها انا انتزعتها. خرج الحكم قبل ما ينطق. اذا هذا نصر ولا ماشي نصر؟ النصر الثالث والتاريخي والابدي. وانا كنفكر بعض الصحفيين البارح اللي جالسين اولا كاين صحفيين وصحفيين اشكرهم، كاين زملاء محترمين، كاين مواقع الكترونيه محترمه، وكاين واحد القله ومعروفه الفلك اللي كتدور فيه حاولت تنيلني، رغم انني انا خدت معركه. هو هذوك اللي كيسبوني الصحفيين عيشوا المحاكم عطيتهم. اليوم انتصرنا حنا والمحامون وحنا والشرطه، انتصرنا لفائده الصحفي. فين انتصرت المهداوي؟ تعقلوا شنو كان النقاش مع عبد الغني؟ كان يقول لي موضوع الضرائب هذاك اولا موضوع علاقه ولا هذاك نقاش بينه وبين الموكل ما تدخلش به. ما يتعلق بالمحامي والموكل ديالو كان السيد الوزير يعتبره شأن خاص وحياة خاصة، لا حق للصحفي أن يخوض في هذا الموضوع. واش تعقلوا ولا ما تعقلوش؟ انتزعنا هذا الحق. اليوم عندكم مرجع، اليوم عندنا حكم. شنو قالت المحكمة؟ سمعوا المغاربة لفائدة الشعب المغربي. قالت المحكمة: وحيث لم تشر النيابه العامه بصك المتابعه بالاستدعاء المباشر للفصول المضمن بها العقوبات عن الفعل المذكور، وهي الماده 85 فقرتين المتعلقتين بالسب والقذف نفس القانون، كما انه بتفحص المحكمه لمضمون شريط المصور من منصه اليوتيوب موضوع المتابعه واسقاط تعريف الجنحه المنصوص عليه بالماده 89 على ادعاء ارتكاب مشتكي للتهرب ضريبي بعدم اداء كامل الرسوم القضائيه عن ملف معين، تبين لها ان العباره المذكوره لها علاقه وثيقه واش بالحياه الخاصه؟ لا، بالحياه العامه، وبتدبير المشتكي للشأن العام باعتباره وزير العدل، كما أن الشريط جاء خاليا من أي تعبير أو عبارة تهدف للمس بالحياة
الخاصه. يا الله شي غير هذه انا 20 مليون 40 مليون دي هذه المغاربه كاملين اليوم يستافدوا منها. اليوم ما يقدرش شي مسؤول مغربي يتناقش مع الضرائب ويقول اخويا حياه خاصه وجيت قدام المحكمه وعرضت على المحكمه شنو كيقول القضاء الدفاع ديالنا، شنو كيقول القضاء المصري، شنو كتقول المحكمه الاوروبيه، المحكمه العليا الامريكيه، كل المحاكم في العالم كله تعتبر بان الضرائب شان عام ماشي شان خاص. وشنو قلت للمحكمه عززتها بواحد الفكره، قلت له السيد الرئيس، قلت له الهبه هذيك الهبه السيد الوزير اللي عطى الزوجه ديالو لو كان قلت له شان خاص علاش يجي ليسبريسو يدير حلقه ولا غدا مشى عند كيفاش عند الموقع ديال الشرعي ياك شان خاص شغلكم ما يهضر حتى مع واحد. علاش جا كيبرر علاش اثارت جدل ياك شان خاص بينه وبين، لانه كان تما واحد النقاش يعطي الزوجه ديالو الفاضله الله يخليها له والله يطول في عمرها ما كاين مشكل، ولكن كاين واحد الحق ديال الدوله خاصك تصرح بذاك العقار حقيقي. ان الدوله كل ما هبطتي القيمه ديال العقار الدوله كتاخذ عشويه، كل ما صرحتي بالقيمه ديال السوق ديال العقار الدوله اذا كاينه طرف الدوله كاينه خزينه ديال الدوله. فقضى فالرئيس اعتبر النقاش ديال الضرائب يدخل في اطار الشان العام، في اطار الشان العام. هذا المغاربه مكسب ولا ماشي مكسب؟ واش هذا مكسب ولا ماشي مكسب؟ اذا هذه ثلاثه مكاسب مهمه لفائده الشعب المغربي. انا اقول لكم لم امتع بمحاكمه عادله. كيفاش لم امتع بمحاكمه عادله؟ غنمشيو الماده الاولى من قانون المسطره الجنائيه، ضمانات المحاكمه العادله. شنو هي باش نسال؟ كل الاشخاص متساوون امام القضاء ويحاكمون في اجل معقول من قبل محكمه مشكله طبقا للقانون توفر للاطراف ضمانات المحاكمه العادله وتحترم في كل مراحل حقوق الدفاع. واش كنت متساوي مع وزير العدل؟ واش الطرف المشتكي متساوي مع المغاربه؟ ابدا. علما ان الفصل الاول من الدستور شنو تيقول؟ جميع المغاربه متساوون بما فيهم عبد اللطيف وهبي، بما فيهم السلطات العموميه. عبد اللطيف وهبي راه سلطه راه وزير راه عضو سلطه تنفيذيه. واش كاين عبد اللطيف وهبي في هذه المحاكمه واش بحاله بحال المغاربه؟ ابدا. انتم المغاربه سيروا حطوا شكايه، ولا ما نجيش اكد شي شكايه اش كدير لك نيابه؟ الحفظ لعدم تاكيد الشكايه. وزير العدل لم يؤكد هذه الشكايه ولم يتم الاستماع اليه ولم يتم البحث معه في هذه الشكايه. اذا تم خرق هذه الماده. يخضع الاشخاص الموجودون في وضعيه مماثله والمتابعون لاجل نفس الافعال نفس القواعد القانونيه. يسهر القضاء على ضمان حقوق الضحايا والمشرفين والمتهمين والمحكوم عليهم على حد سواء وحمايه الشهود والخبراء والمبلغين. شيرمان كلارك هذا استاذ جامعي فقيه في القانون امريكي، وانا ما بغيتش نستعمل العبارات اللي استعمل هو في المقال ديالو. انا نشر لكم المقال ديالو ماذا يقول. تيقول الشخص اللي كيتهم شي شخص المشتكي ولا الضحيه الا ما جاش واجو. Introducing ClickUp Super Agents, the world's first AI agents that natively collaborate with humans and always have correct context and perfect memory. You lead, your super agents go to work, completing tasks, scheduling work, creating designs, and even running entire workflows. And starting today, every human can create an AI agent. It's a total leapfrog in productivity. Maximize productivity with your first super agent today. هو قال عبارات قاسيه، وانا خفت الوزير يقول لك عاوتاني عبارات قاسيه. ملخص هذا الكتاب وعنشره لكم. قال حق المواجهه في المحاكمه الجنائيه لا يهدف فقط الى اختبار صدقيه الشهود، بل يفرض ايضا التزاما اخلاقيا على من يوجه الاتهام بان يواجه المتهم وجها لوجه، ويعتبر ان السماح بالاتهام من وراء الستار او في غياب المواجهه المباشره يتعارض مع قيم الشجاعه والمسؤوليه التي ينبغي ان تحكم عمليه اتهام شخص قد تسلب حريته بناء على تلك الشهاده. بناء على تلك الشهاده. المواجهه حق من حقوق ديال المتهم. الشاهد ولا الاطراف ولا الخبير ولا الطبيب اي شخص ادلى بشهاده، الخبير شهاده. هذاك المتهم اللي هذاك المشتكي راه كيتهمك راه هي شهاده يشهد. دابا حنا عندنا في المغرب الشهاده هو داك الشيء، لا راه حتى الخبير شهيد، الطبيب كل من ساهم ضمن وثائق الملف يعتبر شهيد. خاصو يجي يواجه. انت خبير خرجتي هذه الخبره، تعال واجهني بهذه الخبره. كيفاش وصلتي لها؟ انت واحد المتهم، انت واحد المشتكي كتقول درت لك ودرت لك، تعال سولني باش تاخذ الادانه وانا غنسولك باش ناخذ البراءه. ما يمكنش يجي غير بحدي. اذا حرمت من حق المواجهه. اذا ضرب بدا المساواه مع المغاربه، ماشي كتشكلوا بحال المغاربه، مستحق ديال المواجهه اللي هو حق من حقوق المحاكمه العادله على الصعيد الدولي. ثم خلقت يعني المحاكمه العادله على صعيد واحد المبدا اللي هو المبدا الاول في قانون المسطره الجنائيه اللي كيقول الشك يفسر لفائده المتهم. اليوم خلال هذه المحاكمه انتم غتشوفوا الشك يفسر لفائده وزير العدل للمشتكي، لا يفسر لفائده يعني المتهم، علما ان الماده واضحه. الشك يفسر لفائده المتهم. ثم مست المحاكمه العادله في مبدا اخر هو قرينه
البراءة. وأقوى دليل هو هذا المقطع، مست قرينة براءتي. علاش؟ وأعطيت الكلمة للسيد ممثل النيابة العامة فالتمس الانتباه. الشيء هذه الجملة هذه كافية أنها خرقت مبدأ قانون البراءة. علاش؟ لأن قانون البراءة هي الأصل. قانون البراءة أنا ما نهضرش أنا بريء. أنت درتي البحث وجهتي لي واحد الاتهام بناء على واحد البحث، خاصك تجي وتدافع على القرار. الشيء اللي ما جيتيش دافعتي وخليتي لي انا ندافع، نسيتي قرينه البراءه، انتهكتي قرينه لانك كتهضرني. انا درت خبر، انا عندي معطيات، انت اللي كتقول لي انت اللي كتقول انني انا نشاط الخبر كذوب، وبين وقف القاضي قنع المحكمه. لان كاين مبدا دولي في القضاء تيقول لك الصحفي مطلوب منه ان يثير الشك في حق القاضي، بينما النيابه العامه ان تقنع القاضي. تصوروا دازت المحكمه والله ما هضر وكيل. هذه القانون انت اللي جبتي واحد السيد وانت النيابه العامه وقف وترافع على المتابعه ديالها، دافع عليها، قنع القاضي. علاش تخلي القاضي عن طريق المتابعه؟ ماذا دور النيابه العامه؟ اذا لان النيابه والتمس الشيء اللي ما هضرش وكيل الملك، هذا خرق لقرينه يعني البراءه. ثم مست المحاكمه العادله على صعيد البت، ما تحكمش ضمن القانون. القانون واضح، الماده 66 كتقول لك في قانون الصحافه والنشر القاضي خصو يحكم لك داخل اجل 3 شهور. القاعده لكم الماده باش ما تسماش غير كنهضر ومن بعد غادي شوفوا ماذا تقول الماده 97 بالضبط. تقول الماده عفوا 97 سمعوا ماذا تقول الماده خوتي المغاربه. تبت المحكمه في جميع الاحوال داخل اجل اقصاه 30 يوما من تاريخ التبليغ القانوني الاستدعاء. بين تاريخ التبليغ تقريبا دابا عام، الا ما خانتنيش الذاكره عام. اذا المحكمه شنو كيقول لك الماده؟ هذا قانون. تبت المحكمه في جميع الاحوال داخل اجل اقصاه. انا شوف شنو قالت، شوف القاضي كيف دافع على هذه الفكره ملي قلنا له راه فات الاجل. قال لنا القاضي حيث انه وان كانت الماده 97 قانون الصحافه والنشر تحدد اجلا اقصاه 90 يوم للبت في القضيه انطلاقا من تاريخ التبليغ القانوني الاستدعاء، فان ذلك الاجل لا يعد اجل سقوط ولا وجود لاي مقتضى قانوني يمنع تجاوز المحكمه للامد المذكور، وهي ملزمه فقط بالبت في اجل معقول، خاصه وان تاخير القضيه راجع بالاساس. اسمع، اولا السيد الرئيس المحترم لم تكن موفق في هذا التعليم. علاش؟ هذه العباره الاولى شنو قال لك القاضي؟ قال لك سيدي انا ما عنديش شي حاجه الا ما بتيت في واحد في ديك 90 يوم. المشرع ما رتبش واحد الجزاء، ما رتبهاش. شو كيقول لك؟ قال لك تحدد اجل اقصاه 90 يوم للبت في القضيه انطلاقا من تاريخ التبليغ القانوني الاستدعاء، فان ذلك الاجل لا يعد اجل سقوط ولا وجود لاي مقتضى قانوني يمنع تجاوز المحكمه. واخا دابا من حيث المنطق الا ما كاينش مشكل، علاش كاتب هذا النص؟ غنوليو العبات القانوني. شنو قيمه هذا النص الا كانت يدك طوله؟ اذا المشرع علاش تقول لنا 90 يوم؟ ما تكتبهاش لينا، خلي القاضي يبت اجل معقول هو يبان له قامته. علاش المشرع قال لك تبت داخل 30 يوم؟ ما جاش يكتبها فابور، ملي كتب لك اجل يجب التقيد به. واخا ولان السيد الرئيس ربما بان له هذا ما شاداش غيزيد يعزز، لو كانت هذه كافيه يسكت، لا غيزيد. شوف يقول، خاصه ان تاخير القضيه راجع بالاساس لطلبات التاجيل الصادر عن المتهم او دفاعه بعد جلسات وفق في طيب وفق مبررات متعدده منها الادلاء بعدم الشواهد الطبيه كمان مؤرخه والشريط موضوع القضيه منشور حسب التصريح المتهم بمحضر الضابط او ما يمكن، ومن الدفع من ناحيه خاصة متعددة من الإدلاء بعدم، كما أن المتابعة الحالية مؤرخة والشريط موضوع القضية منشور حسب تصريح المتهم بمحضر الضابطة، وهو ما يكون مع الدفع غير مؤسف من ناحيتين القانونية والواقع ويتعين رده. أرجعوا للمادة، ماذا تقول السيد الرئيس؟ بالحرف تبت المحكمة في جميع الأحوال. واش المشرع ما تيكتبش كلمة زايدة؟ كان يقول المشرع تبت المحكمة داخل الأجل. علاش حط في جميع الأحوال؟ شنو هي الأحوال؟ يكون عندك شواهد، يكون جميع الأحوال، أي حال من الأحوال اللي تصورتي. عندك أخويا 90 يوم، عندك 90 يوم، حيت المشرع قال لك جميع الاحوال. اذا ما تبقاش نمشيو حكا راه كاين شواهد. نرجعوا دابا للواقع مهم. نهار اللي جيت انا نتحاكم، نهار عيد ليله عيد العرش، جيت لقيت واحد القاضي، جيت نتحاكم في ذاك الاجل، ما كاين لا شهاده لا جوج. السلام طليت في السيد الرئيس، لقيت ذاك الرئيس اللي عاطيني عاموس. انا كنشعر ذاك القاضي ظلمني، ولات عندي معاه مشكل نفسي، ظلمني بزاف. عاد كان واحد نسميه بالدارجه بحال اللي ما بغيتش نقول شي مصطلح باش ما يتفهمش وخاوه، يعني ضريت نفسيا من الطريقه اللي دار بها هذيك الجلسه. فقال لي يا حميد البدوي قال لي غدير الدفاع. قلت له السيد الرئيس مع احترامي لك، قلت له علاش؟ قلت له واخا ندير الدفاع، وقلت له واخا نجيب المحامون اللي جبت، قلت له المحامون السابقين اللي كنا في القاجري شنو عياهم يترافعوا، ما ربحنا ما. قلت له واخا نجيب الدفاع ما نصور والو. قال لي قلت له شوف دير اللي بغيتي، دير، انا جيت وقفت قدامك حاكمني، دير اللي بغيتي. قال لي هو يدور عند كاتب الضبط، قال له تاجيل مهله لاعداد الدفاع. قلت له سيد الرئيس، قلت له ما طلبتكش مهله لاعداد الدفاع، انا ما قلتلكش شكون قال لك، قلت له انا ما باغي لا مهله لا والو. قال لي قلت له دير اللي عجبك. علاش؟ قلت له انا علاش نقول مهله لاعداد الدفاع
ونجيبوا الدفاع يبقى يهضروا شي عيا وراه الدفوع 150 اش غنديروا علاش؟ صافي سال النقاش. هذا موقفي شخصي.